تخيل انك تموت والناس تشوفك ميت وتقعد تبكي عليك، تنزل دموعهم ويقروا عليك الفاتحة، وبعدين وبعد ساعات تفتح عيونك من جديد. وتخيل انك تعيش الموقف هذا مش مرة ولا مرتين، 6 مرات، لدرجة انه الناس اللي حواليك تصير تخاف منك، والمجتمع كله يشوفك لعنة قاعدة بتمشي على رجلين. اللي بحكي لك اياه مش خرافة ولا مشهد من فيلم رعب، هاي قصة حقيقية لكنها اغرب من الخيال. القصة بتحكي عن زلمة اسمه اسماعيل عزيزي من تنزانيا. هذا الزلمة رفض الموت ورجع للحياة بعد ما اعلن وفاته أكثر من مرة. في هاي القصة راح نحكي شو اللي صار وكيف الطب وقف عاجز قدام هاي الحالة، وشو السبب اللي خلى الناس تعتبره لعنة إلها رجلين وبتمشي بينهم. أول قصة إله، وقتها كان النهار عادي في تنزانيا، حرارة مرتفعة كالعادة وكل واحد مشغول بحياته اليومية. إسماعيل وقتها كان راجع لشغله، وفجأة وهو على الطريق بسيارته قلبت السيارة وعمل حادث، ووقع جسمه على الأرض بدون أي نفس أو أي نبض. الناس أخذوه على المستشفى زي الريح، لكن بعد شوية وقت المستشفى بتعلن رسميا عن وفاته. الكل حكى أجله انتهى، لكن بعد ساعات قليلة لما كانوا بيستعدوا إنهم يدفنوه، واحد من الموجودين لفتوا حركة بسيطة بإيده، وهان رجعوه تاني للمستشفى. الأطباء رجعوا فحصوه من أول وجديد، وهان كانت الصدمة، القلب رجع يدق من جديد. كانت أول عودة من الموت، والناس وقتها قالوا هاي أكيد معجزة. مرت الأيام، وبعد شهور من الحادث الأول إسماعيل بنصاب بمرض شديد وبيدخل بشبه غيبوبة. الأطباء شخصوا حالته إنها ملاريا متقدمة ضاربة كل أجهزة جسمه. حرارته نزلت بشكل حاد، النبض كان شبه مختفي، النفس على آخره، بل إنه توقف. الطبيب المسؤول عن حالته كتب بإيده شهادة الوفاة، لكن بعد 3 ساعات بس الأجواء كانت كلها بكاء. إسماعيل شهق فجأة، فتح عينيه، اللي حواليه صرخوا، حتى إنه في بعضهم هربوا من المكان، وفي ناس أغمى عليها من المشهد، وفي ناس وقعوا على الأرض من الصدمة. وهان بدت أول الشكوك، هالزلمة مش طبيعي. بتعدي الأيام، وبعد فترة كثير قصيرة كان ماشي بطريق ترابي، وتجي لك سيارة نقل كبيرة وتخبطه. طار ووقع على الأرض وفقد الوعي تماما. من أول دقيقة شافوه المسعفين أعلن وفاته، قال لك هذا ما في أي فايدة، ودع. وخلينا أزيدك من الشعر بيت، حتى ما دخلوه المستشفى من الأساس، ودوه مباشرة للمشرحة. وهاي المرة اللي صار جوا المشرحة خلاها واحدة من أغرب القصص في العالم كله. عامل المشرحة بيفتح الكيس بعد ساعات، بيطلع بالجثة، لقى جسم اسماعيل بتحرك من اول وجديد. انا ابو حامد، اذا انت جديد على القناه بتمنى منك تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تحط لايك لهذا المقطع، لانه والله هذا الموضوع كثير بيفيدني وبخليني استمر. خلينا نكمل القصه. الزلمه جرى وصار يصرخ الحقوا، الميت قام، الميت قام. ومن بعد هالخبر المدينه كلها قامت على رجل واحدة. الشرطة تدخلت، والمستشفى ما بتقدر تدخلها من الناس ومن كمية الإعلاميين الموجودين هناك. الناس وقتها سموه الزلمة اللي بيرفض الموت. بتمر الأيام، وبعد فترة جيرانه بصدمة كثير كبيرة. إسماعيل وقع في حفرة صرف صحي وما قدر يطلع منها أبدا. الناس بصعوبة كثير طلعوه بعد ما كان فاقد للوعي، جسمه كان بارد وعيونه كانت فاتحة بدون أي نفس. أعلنوا وفاته، وبعد ساعات قليلة كثير كانوا قاعدين بحضروا له للدفن. وصدقني انه المشهد اتكرر كمان مرة، قام من جديد، اللي هرب، اللي وقع، اللي صار بيحكي مع اللي جنبه مش فاهم اشي، بيقول له هاي لعنة، هذا سحر، في اشي غلط، مستحيل اللي بيصير قاعد بيصير صدفة. الناس انهبلت، انجنت، اللي بيصير اشي ابدا غير واقعي. المهم بعد فترة اسماعيل لما كان بمرق باي شارع الناس كانت بتخاف منه، حتى اقرب الناس له صاروا يبعدوا عنه. الزلمة صار منبوذ، والناس بتقول انه هاي لعنة بتمشي على رجلين، لدرجة انه انتشرت اشاعات انه هالزلمة ما بيموت لانه معاه قوة شيطانية. حتى انه بعد الجيران فقدوا السيطرة، وفي منهم ناس نقلت من جنب وين هو ساكن. لكن في بعض الجيران اللي ضلوا عملوا اشي ما بخطر على بال حد. في ليلة كلها ظلام قربوا لبيته وصاروا يرشوا حواليه بنزين وولعوه. البيت انحرق، صار زي جهنم، والدخنة غطت السما. وصدقني انه اسماعيل نجح، وهذا الكلام مش انا المخترعه ولا قصة من خيالي، لا، هذه قصة إلها مصادر. المهم هرب
وهو بصرخ: أنا مش شيطان، أنا بشر. ومن يومها فك عزاله وراح يعيش بعيد عن كل الجيران. صار يتنقل بين القرى، ومن قرية لقرية، ومن منطقة لمنطقة. بطل عارف وين بده يقعد، وصار بيحاول بده يلاقي أي تفسير للي بيصير معاه. بده بس تفسير واحد لحياته اللي صارت كلها جحيم وهو لسه عايش. الصحف العالمية صارت تتسابق إنها تكتب عنه، والأطباء حاولوا يفسروا كل اللي صار، لكن ما حد طلع بنتيجة واضحة، وما حد عنده الجواب النهائي. بعض الأطباء قالوا هذا يمكن عنده حالة نادرة اسمها كاتاليبسي، وهاي الحالة بيوصل فيها الإنسان إنه جسمه يطفي تماما، لا نبض، لا حركة، لا إحساس، لا أي شيء، لكن الدماغ بضل يشتغل ببطء كأنك مشغله على الباور سيف مود، يعني كأنك مشغله على بطارية واطية كتير، وبعد ساعات ممكن يرجع للحياة. بس الأطباء كمان حكوا إنه هاي الحالات نادرة جدا، ولو صارت مستحيل إنها تتكرر 6 مرات. فصار السؤال هان: هل هو فعلا حالة طبية نادرة، ولا إشي فعلا بيتجاوز الفهم البشري من أساسه؟ المهم إنه كل مرة كان بيرجع من الموت كانت نظرة الناس بتتغير إله أكثر وأكثر، من فضول لرعب لكره. حتى الأطفال لما كانوا بيشوفوه بالشارع كانوا بهربوا، والكبار بالعمر كانوا أصلا بغيروا طريقهم عشان ما يقابلوه. صار بعيش وحيد منبوذ، ومع كل موتة جديدة كان بيخسر جزء من حياته. وفي مرة من المرات حكى لصحفي: أنا ما بخاف من الموت، بخاف من الرجوع. جملة تركت أثر كبير بقلوب الناس اللي سمعوها، لأنها مش جملة شخص طبيعي، هاي جملة إنسان تعب من الرجوع لعالم ما بده يصدقه. اليوم وحسب تحريات كتير، إسماعيل عزيزي مش معروف أصلا وين دياره. في بعض التقارير بتحكي إنه انتقل لقرية صغيرة على حدود الكونغو، وفي ناس بتقول إنه مات فعليا آخر مرة وما رجع. بس الغريب إنه لحد اليوم ما في أي شهادة وفاة رسمية مؤكدة باسمه، كأنه فعلا رفض الموت للمرة الأخيرة. فكر فيها شوي، لو كنت مكانه وعشت الموت أكثر من مرة، هل كنت راح تعتبرها نعمة ولا لعنة؟ وهل إسماعيل عزيزي تحدى الموت فعلا، ولا الموت هو اللي قرر بإصرار إنه يلاحقه لآخر نفس؟ وبالأخير احكوا لي رأيكم بالكومنتات، وإذا عندكم موضوع عن أي إشي ممكن نحكيه اكتبوا لي كمان بالتعليقات. واللي ضل معي للأخير بتمنى إنه يشترك بالقناة، يحضر الفيديوهات اللي بنزلها. تحية كبيرة كثير إلكم، ونلتقي في حلقة جديدة. باي.